السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة قلت اعمل لكم تجميعة كده لبعض فيديوهاتي، يا رب تعجبكم ان شاء الله وتستفيدوا منها. ولو استفدتوا ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله بإذن الله. اول حاجة عملت فيديو اللي فيه المش ده. وطبعا جنبه فطير بيبقى طعمه جميل جدا وحلو. وجبت طبعا فراخ. في يوم تاني طبعا جبت فراخ وعملت وبسلقها اهو زي ما انتم شايفين، بس انا بحب اسلقها ايه. اول حاجة بتنضفي الفراخ كويس قوي قوي وبتحطيها في مية مغلية، بتسيبيها تغلي لمدة دقيقة. بتجيبي حلتين بس على النار. الاتنين برضو بيبقى فيهم مية مغلية، تحطيها بس دقيقة بس في الحلة الأولانية لمدة دقيقة على النار. وبعد كده بتشيليها وتحطيها في الحلة التانية دي، كده بتطلع لك كل الزفارة اللي في الفراخ وبتخلي ريحتها تبقى جميلة وكويسة جدا. وبترمي المية اللي هي في الحلة الأولانية دي. بتشوفوا هوريكم كده شكلها بيبقى عامل ازاي، وبتبقى وحشة جدا. حتى مهما نضفت الفراخ كويس قوي ومهما تبلتيها وحطيت لها حاجات وكده، لا برضو بتبقى ريحة الشوربة الاولانية دي بتبقى وحشة جدا، فاحنا بنرميها وبحطها في الحلة التانية علشان تبتدي بقى ايه مع نفسها كده تستوي وتبقى كويسة جدا ان شاء الله بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده بطلع الفراخ من الشوربة الاولانية دي زي ما خلصت اهو، وده شكل الشوربة اهي. بعد كده نضفتها وحطيتها في ميه نظيفه، ودلوقتي هي بدأت تغلي وبحط لها بصله. وبطلع الفراخ اللي انا طلعتها من الحله الاولانيه وبحطها في الشوربه اللي هي الجديده، اللي هي الميه الجديده دي اللي هي هتبتدي تغلي دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا جايبه وراك وصدور وكده وبس ايه هحطها في اللي هتستوي بس نص تسويه كده، وبعد كده اكمل باقي سواها في الفرن. هيبقى شكلها جميل قوي وتستوي معايا بسرعة في الفرن. بسيبها على النار لمدة نص ساعة كده تغلي لحد ما تقرب بس تستوي، وهطلعها في صينية وابتدي احطها في الفرن واشغل عليها الشواية. وطبعا احط لها حبة صلصة مع زيت او سمنة وتقلبيهم كده تقلبيهم مع بعض كده وتحطيهم بالفرشة كده تدهن الوش كده عشان يتحمر معايا ويبقى شكله جميل. دلوقتي بعمل الرز اللي هو الواحدة واحدة ده. حطيت شوية رز قليلين قوي في الحلة وعليهم اي مادة دهنية، عندك زيت او عندك سمنة اي حاجة، وقلبتهم لحد ما اتحمروا شوية. وبعد كده حطيت معاهم شعرية وقلبت الرز معاهم، باقي الرز اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبصراحة احنا بنعمل الرز بالشوربة بتاعة الفراخ، بيبقى طعمه جميل جدا والفراخ ما فيهاش اي حاجة خالص وريحتها زي الفل. بالتوابل اللي احنا عاملينها اللي انا حطها لها، والبصلة طبعا بتشيل ريحة اي زفارة في الفراخ وبتبقى جميلة زي ما انتوا شايفين اهو كده. الشوربة حلوة اوي شكلها جميل. وبعد ما حطيت الشوربة بقلبه تقليبة صغيرة خالص واسيبه لما يبتدي يغلي. بعد كده اوطي النار عليه واقفل عليه واسيبه ايه يستوي مع نفسه زي ما انتوا شايفين اهو. بدأ يغلي فهقفل عليه وهوطي عليه النار، هوطي عليه النار خالص علشان ما يتحرقش مني ويتلسع. ودي طبعا صينية الفراخ بعد ما طلعت من الفرن شكلها جميل قوي قوي. بالهنا والشفا على قلبكم يا رب. زي ما انتوا شايفين كده حطيت لها الصلصه وحطيت لها طماطم شكلها متحمره من فوق كده وشكلها جميل قوي قوي وما خدتش وقت معايا في الفرن. وشغلت عليها طبعا ايه الشوايه دي. طبعا فيديو السمك، جبت سمكتين ماكريل كبار محملين لحم كده، تختار السمكه الكبيره عشان هي بتبقى محمله لحم وحلوه. وجبت واحده بولتي وهنعملهم دلوقتي في الشوايه، هنشويهم في الفرن بسرعه اهو.
اول حاجة جبت الجزر وبشرته، ببشر الجزرة وطبعا هقطع عليها بصلة وفلفل وطماطم وعصرة ليمون، يعني ليمونتين كده حلوين كده كبار علشان يشيل اي زفارة عندي في السمك. وطبعا السمك ده مغسول كويس قوي قوي ونضفته كويس جدا وشلت منه اي حاجة وحشة، وزي ما انتم شايفين كده شكله حلو اساسا وجميل. بعد ما تنضف دلوقتي ببشر الجزر وهحط عليهم بصلة وطماطم وفلفل وزي ما انتم شايفين كده. طبعا بحب احط الليمون على السمكة، بحب ارش عليها شوية ليمون كده بيبقى شكلها حلو قوي وطعمه جميل وبيشيل برضو اي زفارة معايا في السمكة. وهقطع فلفلة كده بسرعة معايا كده. انتوا كمان يا بنات لو عندكم اي افكار برضو طريقة حلوة للسمك في الفرن، ابعتوها لنا على في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله نعملها سوا مع بعض ان شاء الله باذن الله. كده قطعت الفلفل وهبتدي اقطع البصل والطماطم. يا رب الفيديو ان شاء الله باذن الله يعجبكم، ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك علشان اعمل لكم فيديوهات جديده قوي وهتعجبكم ان شاء الله باذن الله. ماما، الله ده حلو جميل. بالهنا والشفا على قلبك يا حبيبتي. ودلوقتي خلصت تقطيع الطماطم وهبتدي اوزعه بقى على احط التوابل بتاعته والبهارات وكده، واحطه على السمك واوزعه واحطه في طاجن كبير كده، مش طاجن، هي صينيه كبيره كده بفرد فيها السمك المشوي، وبعمل فيها طبعا المخبوزات بتاعتي وكل حاجه. هي بصراحه عمليه وجميله جدا جدا. وما ننساش طبعا نعصر كميه ليمون حلوه كده علشان السمك بيحب الليمون وبيحب الكمون. دي قاعدة كده، بيحب الليمون والثوم والكمون، دي حاجات أساسية كده معايا في أكلة السمك، لازم نعملها علشان يبقى طعمه جميل قوي ويطلع معانا حلو قوي. وكده خلصت الخلطة اللي انا هعملها على السمك. هجيب الطاجن واحط عليه، ما بحبش احط الحاجة يعني عليه كده، بحط ورق فويل كده ماشي، بقطعها كده واحطها على قد الصينيه، اكبر من الصينيه بحاجه بسيطه كده، علشان لو هينزل ميه او هيعمل اي حاجه كده الفويل ده يبقى شايل في الصينيه عشان ما تتحرقش. دي خطوه مهمه جدا لازم نعملها. وبحط السمك كده بفرده عشان انا فاتحاه سنجاري، بفرده كده في الصينيه، وبدهنها طبعا رشه زيت صغيره كده بالفرشه. وبعد كده بحط عليها السمك وبفرده واحط عليه الخلطة طبعا بتاعتي اللي انا عملتها الجميلة دي، وبرش عليها شوية ليمون وبدخله الفرن علشان على درجة حرارة عالية بس عشان يستوي معايا بسرعة ان شاء الله، علشان انا كنت مستعجلة عليه شوية. ماما. نعم يا حبيبتي. عملت ليش بتعمل ماما عملت ليش بتعمل السمك المقلي؟ في يوم كده ان شاء الله باذن الله هنعمل سمك مقلي مع بعض ان شاء الله. بس المشوي برضو حلو وهيعجبكم، وان شاء الله يعجبكم، وهطلعه من الفرن بقى شكله هيبقى تحفه تحفه تحفه. بالهنا والشفا على قلبكم يا حبايبي. وما تنسوش بقى اللايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجديده. انتوا برضو لو عندكم اي افكار ممكن نعملها مع بعض ان شاء الله، قولوا لي بس في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله نعملها مع بعض وتعجبكم ان شاء الله. ما ننساش نحط الملح طبعا علشان
احنا صايمين يعني وكده، فالواحد ممكن ينسى الملح وتبقى ايه بقى مشكلة. ممكن كمان وانتي لما خلصي الخلطة وكده وتقطعي الليمون، قشر الليمون برضو بيبقى حلو قوي معاه. بشوفه لما بشتري سمك جاهز من بره، بشوفه عاملينه برضو بتاع المحلات، بيبقوا حاطين عليه قشر الليمون من فوق كده. وبقلب الخلطة كده وبحطها بوزعها على السمك واحدة واحدة كده. هو زي ما انتوا شايفين كده بوزع الخلطة كده بت ايه جوه السمكة كلها عشان تتشرب من الطعم اللي انا حطاه ده. وما ننساش طبعا الملح عشان ونخلي بالنا قوي من تظبيطة الملح دي، علشان احنا صايمين فمش هنعرف ندوق خالص. وده كده طبعا شكله النهائي بعد ما خلصت الخلطة عليه وحطيتها زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ادخله في الفرن درجة حرارة عالية، ما ننساش علشان يستوي معانا بسرعة، ونخلي بالنا لحسن يتلسع مننا ولا حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين اهو ده شكله النهائي. وده شكله في الفرن اهو قرب يستوي اهو زي ما انتوا شايفين. وده طبعا فيديو من فيديوهاتي اللي عملتها. وبكده ده اخر فيديوهاتي. يا رب الفيديوهات تكون عجبتكم، وما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي جديدة ان شاء الله. بحبكم جدا جدا وهتوحشوني للفيديو اللي جاي ان شاء الله. اشوفكم على خير. مع السلامة.